بسم الله الرحمن الرحيم. أختر عندنا أختر باللغة لغة البشتونية يعني عيد. كما تعلمون العيد قريب إن شاء الله. لهذا السبب اليوم سأقدم لكم الدرس عن العيد. محاورات العيد. عيد أختر يعني عيد. أختر راروان يعني أختر عيد جاي. عيد يعني يأتي. أختر كلده متى عيد. أختر رانزديدي يعني عيد قريب. أختر سبادي عيد غدا إن شاء الله عيد. بالسبادي لا بعد غدا بعد بكرة يعني. أختر راغلي يعني أختر أتى قد أتى يعني حدث. قد أتى يعني جاء وصل. أختر نندي اليوم عيد اليوم. نن يعني اليوم. أختر راروان عندما يكون أيام أقل من الشهر وأكثر من أسبوعين أو 3 تقول أختر راروان. أختر كلده سؤال. أختر رانزيدي عندما يكون أقل من أسبوعين تقريبا. أختر دي مبارك شهر عيدك مبارك. لكن نحن بالعامية بالمشرمة لا نقول أختر دي مبارك شهر. نقول تنكتب نكتب هكذا لكن نقول أختر دي مبارك شهر. أختر دي مبارك شهر. بعد يقولون أختر دي غنبر. أختر دي يعني هكذا. أختر دي مبارك شهر. نكتب أختر دي مبارك شهر لكن نقول أختر دي مبارك شهر. يعني عيدك مبارك عيدك مبروك يعني كل عام وأنت بخير للشخص واحد. استادي مبارك شي عيدك مبارك أنت كمان أنت أيضا. بالبدل للمخاطب جواب هكذا. أخترزر علي يعني هدية العيد. دازل أختر بيرتود دي. تعال نشرح هذا قليلا. أختر دي مبارك هذا للشخص واحد. أما لكن للكثير تقول أختر مو مبارك شهر يعني عيدكم مبارك. بالجواب ستقول استاسو دي مبارك شي استاسو دي مبارك شي وأنتم أيضا. أو تقول استاسو دي هم مبارك شي أو استاسو دي مبارك شي. دازل أختر دير تود دي أو تقول دا أختر دير تود دي يعني هالمرة عيد كثير. تود يعني ساخن. كثير ساخن مثلا باللغوية ما يعني ساخن يعني كثير جميل يعني زحمة وعج أو يعني حلو يعني لغوية. يعني هذه المرة العيد ساخن جدا لكن معناها هي لغوية لكن معناها يعني هالمرة عيد كثير جيد. أما في الباكستان البشتونيين باكستان لا يقولون تود دي. ببدل يقولون تود دي يقول قرم دي. قرم كلمة لغة أردو باكستانية أردية. قرم يعني نفس الشيء تود دي. هاي كلمة ليس أردية بشتونية كلمة بشتو لكن هناك البشتو لغة ليس لغة رئيسية. هناك لغة إنجليزي وأردية. البشتونيين كثير جدا هناك أكثر من 30 مليون لكن لا يعرفون اللغة كلماتهم أصلية جدا. كما في بعض عرب لا يعرفون العربي فصحى كثير هكذا. اللغة الأصلية البشتو الفصحى لغة أفغانستان لأن هناك في الدولة الرئيسية أيضا حتى الآن.
دازل أختر دير تود ده. أما إذا أنت تكون في باكستان تقول بشتون هو يعيش في باكستان تقول له دازل أختر دير جارم دي. أما هو يفهم عليك تود أيضا لكن هو لا يقول، هو يقول دازل أختر جارم دي. بلارتا دي زما مباركي هوايا. انظر أنا كاتب مباركي أما لكن نحن نقول أنا أقول بالعامية مباركي. مباركي نقول مباركي نكتب مباركي. بلارتا دي زما مباركي هوايا يعني قل لأبوك من طرفي من جانبي أن عيدك مبارك، يعني بارك لأبوك العيد مني، بارك لأبوك العيد مني. طبعا بلار يعني أب. تحسن تقول لصديقك كمان يعني قل لأحمد أحمد، قل لأحمد مثلا أحمد بدل هون أحمد أخوه لصاحبك أو أخو فلان هاي لا أحمد زما أحمد دي هنا لا تقول دي هنا فقط هكذا تقول من هون لهون. أحمدت زما مباركي هوايا يعني قل لأحمد من طرفي أن عيدك مبارك. زما مباركي قبولك رأي من طرفي عيدكم مبارك هاي اقبلوها يعني كل عام وأنتم بخير، اقبلوا مني هذه الكلمة. مثلا هاي نقول في الفيسبوك واحد يكتب أو يرسل الرسالة لأحد زمان مباركي قبولك يعني اقبل مني لأنني باركت لكم العيد، اقبلوا مني من قلبي يعني. ده أختر بيسي راكرا أو في باكستان يقولون ده أختر خرجة راكا. أيضا في أفغانستان قليلا خرجة يعني مصرف يعني مصاري يعني أعطيني عيدية. ده أختر خرجة راكرا، ده أختر بيسي راكرا أعطيني عيدية. نقول نحن لأخ كبير أو لأب أو واحد يقول لخاله لعمه هكذا. عندنا هاي أختر بيسي راكرا كثير يعني الصغار يقولون هي عادة كثير. نحن نعطي عيدية كثير جدا. أختر كي بايد غريبانو أو مسكينانو مرستو في العيد يجب علينا أن نساعد المسكينين المساكين وفقراء. مرستا يعني مساعدة. أختر عيد دا لو يختر ده هذا عيد كبير يعني هذا عيد الأضحى أو تحسن تقول غد يعني أيضا لوي غد. دا غد أختر ده أيضا يعني هذا عيد الأضحى، هذا عيد كبير. هذا كوتشني أختروه هو كان عيد صغير. كوتشني يعني صغير يعني عيد الفطر. تحسن تقول هذا ولوكي أختروه ولوكي أيضا كوتشني هذا ولوكي أختروه. أيضا تحسن تقول هذا وركوتي أختروه. وركوتي أيضا صغير وركوتي. كوتشني ولوكي وركوتي. كتش أيضا صغير. في لغة البشتو أيضا في كثير أسماء للشيء واحد أيضا مثل العربي. هذا كوتشني أختروه هو كان عيد الفطر، كان عيد الصغير. تحسن تقول هذا ولوكي أختروه، هذا كتش أختروه، هذا وركوت أختروه. فقال كي دوا أخترونه في السنة عيدين للمسلمين عيدين يعني 2 عيد. طول مسلمانانتا أو خاص أفغانانتا دلوي أختر مباركي وايم للجميع المسلمين أو بالخصوص خاصا للأفغانيين أفغانانتا للأفغانيين عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير يا أيها المسلمين وخصوصا أفغانيين. عندما تقول في لغة البشتو
طول مسلمانانوتا وخاص أفغانانوتا دختر مباركي وايو. يعني هذا سترى في الفيسبوك كثير جدا. إذا قلت خاص أفغانانوتا هو ليس فقط صار فقط للبشتونيين أفغانستان. يمكن تعلمون أفغانان أيضا يعني بشتونيين، أفغان يعني بشتو، يعني هو هذا للجميع، يعني للجميع البشتونيين. هؤلاء 20 محاورات أنا قدمت لكم. إذا أنتم عندكم سؤال بالعربي أي كلمة المحاورة تحبونها اكتبوا لي في تعليقاتكم. أنا يمكن أساوي لكم أو أقدم لكم أو أكتب لكم الجواب بالتعليق أيضا. إذا عندكم سؤال أو تحبون أي محاورة أنا لم أكتبها هنا أو أنتم تريدون معناها أو تريدون كيف نحن نقول هذه المحاورة بالعربي هكذا نقول حول العيد، عن عيد، اكتبوا لي في تعليقاتكم. أنا سوف أعطيكم الجواب أن نحن هكذا نقول. هذا كان الدرس عن العيد، إن شاء الله في الدرس القادم سنرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.